مبروك نادي الزمالك وجماهيره، مباراه يعني صعبه جدا جدا، والزمالك هو اللي صعب على نفسه من المباراه الاولى اللي اتلعبت هناك في ارتا سولار، وان انت بتخسر 2-0 وضغطت نفسك، اخطاء متكرره من جانب مستر اوسيريو، وان الراجل مصمم على اسلوب وطريقه لعب مش هتناسب لعيبه نادي الزمالك ولا هتناسب امكانيات نادي الزمالك على الاقل في الوقت الحالي. الزمالك عنده ظروف استثنائيه، عنده ايقاف قيد، ما جابش لعيبه، عنده اصابات كتيره، عنده نقص عددي في بعض المراكز. الاجواء بالنسبه لك كلها مش هتقدر ان هي تساعدك كمدرب ان انت تحقق الفكر اللي انت بتحاول ان انت تطبقه. لازم تتماشى مع القماشه اللي موجوده معاك دلوقتي والعجينه اللي موجوده معاك، لازم تشكلها على حسب قدراتها. لكن مهم جدا عوده الروح لنادي الزمالك، ومهم جدا ان اللعيبه ما رمتش المنديل بدري بدري، بل بالعكس كان عندها اصرار وكان عندها عزيمه ان هي ترجع وتعمل ريمونتادا، رغم ان هو استقبل هدف اول ربع ساعه من المباراه. لكن الكلام ده ما اثرش معاه في ظل بقى وجود بعض اللعيبه اللي كانت محافظه على ادائها ومحافظه على تركيزها في الملعب، وكان دورهم كان مهم جدا على المستوى الفني، زي عمر جابر، زي مصطفى شلبي، زي زيزو، زي وجود شيكابالا، ان الراجل برضو ساهم بتسجيل هدف، وراجل ساهم في وجوده في الفرقه ككابتن وقائد للمجموعه. ونفس الكلام برضو نزول يوسف اوباما غير كتير جدا جدا من شكل وطريقه الزمالك الشوط الثاني، والحضور الجماهيري المميز بقى اللي دايما كان عامل ايجابي بالنسبه لعيبه نادي الزمالك اثناء المباراه. فلازم الزمالك يبني على الكلام ده بشكل ايجابي كجهاز فني. اوسوريو لازم يتدارك الاخطاء بتاعته الفتره اللي جايه، ولازم اللعيبه تاخد الايجابيات من المباراه دي وتبني عليها برضو المرحله القادمه، لان اللي جاي هيكون اصعب. خلي بالك انت في الادوار التمهيديه وبتلاعب فرقه يعني مش عايزين نقول ان هي مغموره، مع كامل احترامنا ليها، بس لا، هستنى بقى تعليقات حضراتكم في الكومنتات، كل واحد بقى يكتب لي وجهه نظره ورؤيته بالنسبه للمباراه، وهل انت كنت تتوقع ان الزمالك هيعود للقاء مره اخرى بالشكل ده. وما تنساش بقى ان انت تعمل فولو وتعمل شير عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد من المتابعين.